تعبت منه فجأة. كفاية يا فنان كفاية والله، تعبت منه فجأة، تعبت على طول. أخبار نادي الزمالك لا تسر عدو ولا حبيب، أقسم بالله العظيم. يعني أخبار نادي الزمالك بتيجي في العين، بتلاقي غم جاي متدق يموت ورا بعض، مستحقات لعيبة، صفقات بتفشل، قفل قيد، غم. يعني إخواتي الزملكاوية أنصحكم امسحوا الفيسبوك والله بجد. الأخبار اللي دول عن الزمالك تغم، وحالة نفسية وقرف. الله يخرب بيتك يا لبليبو. هتفهم كل حاجه في الفيديو، في حاجات جديده جدت، اولهم بالشرقي وفي زيزو وفي حاجات كتير. بس الفيديو ده والله لو ما عملت لايك يعني انت تابع لبليبو، يعني انت لو ما عملتش لايك تبقى انت تابع الناس ديت ومتنيك مكمل في قراراتهم اللي هي لحد دلوقتي. اما كابتن محمود الخطيب راح قعد معاه اداله البوسه، اللي بوسه ديت هي اللي بتلاقيها تبرم تبوظ نادي الزمالك. بالله في حاجه غلط في النادي. اعمل لايك ووصله في كل حته، مش هقول تاني. نبدا بموضوع بن شرقي. موضوع بن شرقي بص يا ابو الصحاب، واحده واحده. احنا اتفقنا وخلصنا ومده سنين والبونص وكل حاجه، مستني مقدم التعاقد اللي هو 450,000 دولار يتحول لبن شرقي. بن شرقي يجي القاهره يوقع وخلصت على كده. لقيت مره واحده مجلس اداره نادي الزمالك رجع يكلم بن شرقي تاني، ما تخليهم 300. بروح امك بروح امك يا مجلس باللي فيكم انت اتفقت مع الراجل على رقم، جاي تاني ترجع في كلامك وتقول له خليه 300. الراجل سابك وراح قطر يتفاوض هناك. واحد يقول لي هو انت متضايق يا خفاجه ليه؟ ما بن شرقي ولا زي ما عملنا بن شرقي نعمل غيره يا عم، ما يسيبنا ويمشي. انت ما انتش عارف حاجه، الفلوس ديت حتى 450,000 دولار هنروح ندفعهم لنضاي وسامسونج ونوكيا والعيال دي، واحنا مثلا هنحطهم في جيوبنا. يعني الصفقه الوحيده اللي هي ممكن تزق معايا شويه، يعني دي الصفقه الوحيده اللي ممكن تزق معايا شويه، بيتفاوضوا بقى بالشكل ده، بالمرونه دي، بالاستعباط ده. يا بن شرقي، يا بن شرقي خد هنا، تعالى خد هنا يا بن شرقي، هكلمك. خد تعالى، انت مش ليك مستحقات يا ابني؟ قطعت قلبي يا بن قلبي، قطعت قلبي. تعالى ليك مستحقات هديها لك عاجل ورسميا. 3 اخبار رسميا وعاجل، خبر حلو وخبرين منيلين. طبعا الخبر الحلو معروف لمين، معروف لمين، معروف. وبن شرقي هرب شد. بن شرقي في خطر، هيمضي في قطر. بن قلبي اللي عمال انزل له بوستات وستوريهات، بن قلبي اللي عملت له فيديو الاهلاويه حطوا عليا فيه. ده مش كده وبس يا حبيب قلبي، ده الجزيري فسخ. عشان يا بائس يا محلي، اقسم بالله انا كنت عايز اقولها، ان انت حتى لما تبيع زيزو ما تستناش صفقات. يا جدعان يا جدعان، احنا غرقانين، احنا غرقانين في الديون. صفقات مين يابا؟ بن شرقي مين يابا؟ روح انت تابع الناس اللي بتكتب لك عاجل صفقات. 5 لعيبه جايين من الاهلي، بن شرقي، عوده طارق حامد، ساسي. ما بنتعلمش، احنا ما بنتعلمش. مش عارف اقول ايه ليا والجمهور الزمالك غير ربنا معانا ويقوينا. المفروض ان احنا ان شاء الله نفك القيد وهنجيب 5 صفقات محليين و2 سوبر المفروض. وعايز اقول لك بس حاجه بسيطه، ان اشرف بن شرقي رفض قاطع الانتقال لنادي الزمالك، ودلوقتي هو بين ناديين قطريين بيختار ما بينهم الاعلى سعر يختاره. وحاليا هو سافر على قطر، بالفعل موجود النهارده في مطار قطر، هو وصل قطر في الصباح. فكده اشرف بن شرقي مش جاي نادي الزمالك نهائي. نخش على بن شرقي. عمرو الدرديري طلع قال لهم رسميا مفيش بن شرقي. الكلام ده امبارح. هو اصلا يا درديري انت واعلام المصطبجيه، هو اصلا كان في عرض مقدم من الزمالك لبن شرقي. انا طلعت قلت الكلام ده، في ناس زعلت مني. يا جماعه والله احنا بنفهم. قلت لكم يا جماعه هو الزمالك مش لاقي اكل لعيبته ولا يدفع لهم بقيه مستحقات، هيروح يقدم عرض لبن شرقي ازاي؟ ناس قالت لا يا جماعه ده مقدم عرض، وناس بقت تجادل، وناس بقت تقاوح. طب تعالى بقى شقيق اشرف بن شرقي اللي هو وكيل اعماله طلع اكد كلامه وقال لك اصلا ان مفيش اي عروض اتقدمت من نادي الزمالك نهائيا يا جدعان. طب يا جماعه امبارح في صوره اتسربت لاشرف بن شرقي وهو في مطار قطر، وقال لك ده هو خلاص هيمضي النادي القطري، وهو خلاص راح قطر عشان يمضي مع بعض الانديه القطريه. لا يا جماعه الصوره دي مش جديده، ده الصوره دي بقى لها 15 يوم. ومش انا اللي بقول، ده اللي بيقول رشيد بن شرقي شقيق ووكيل اشرف بن شرقي. قال لك ايه بقى؟ قال لك الصوره المنتشره لاشرف بن شرقي في مطار الدوحه،
الصورة صحيحة بالفعل ولكنها قديمة. ربما من أسبوعين نحن متواجدين في قطر قبل من فترة طويلة من أجل دراسة العروض المقدمة هناك. 4 أندية تتسابق على ضم أشرف بن شرقي، وهي الغرافة، العربي، الشمال، وأخيرا الريان الذي يريد استعداداته. يعني هم هيمضوا للريان. 4 أندية قطرية هي اللي مقدمة عروض لأشرف بن شرقي. انتوا بقى كزملكاوية جبتوا منين ان الزمالك قدم عرض لأشرف بن شرقي؟ وبن قلبي بن شرقي سابني وخلع، دلع عيني دلع بن شرقي سابنا وخلع يا زملكاوية. وانا بصراحة عايز اقول لجمهور الزمالك يا جماعة كفاية، يا جماعة كفاية الناس كلها بتضحك علينا. بن شرقي عمالين بقالكوا 10 ايام اغاني وهيصه والاهلاويه ركابهم بتخبط في بعض وخاف يا اهلي وعمرو الدرديري يقول لك بن شرقي راجع، بن قلبي راجع واستخبى يا اهلي، وفي الاخر ناخد الصابونه وبن شرقي يروح قطر زي ما عملناها مع فرجاني ساسي، والست راحت بعت الحلقه بتاعها وجات له لحد عنده. يا عم فرجاني ابوس ايدك جد طبطب عليها، وتاني يوم خلع علشان الفلوس وراح الدوري القطري. ولسه لحد دلوقتي جمهور الزمالك بيمدح في فرجاني ساسي ويقول لك الفر الحراق، ويقول لك بن قلبي ادي بن قلبك ولا خايب، ادي بن قلبك اللي الزمالك عرض عليه اكتر من $1,000,000 في الموسم وهو رفض، قال لك مش هاجي الزمالك. ليه؟ ما هو مجلس الاداره نام في الخط، قال لك مجلس الاداره بطيء زي السلحفاه في التفاوض، يومهم بسنه. لكن لما يجي لاعب يكون ماشي من عندك وهو طالع كمان فري، مش منفعك بدولار واحد ولا جنيه ولا سنتي واحد، مش منفعك بأي حاجة، وتيجي انت تفضل تدعمه وتقول بين شرقي وبين غربي وبين جنوبي وبين شمالي وبين قلبي وبين روحي وبين عشقي، زي ما بقول لك كده رواية عشق بيننا وبين شرقي. فانت تحسس بين شرقي بكده، عمره ما هيجيلك ولا هيعبرك. لكن عارف لو انت كنت كرفته، عارف لو عملت زي جماهير الاهلي كده، رمضان صبحي اللي بيتمنى النهارده يرجع للنادي الاهلي، وان في وساطه كتير بتحصل، بس قلت طول ما كابتن محمود الخطيب موجود هو رافض موضوع رمضان صبحي لحد اللحظه اللي بكلمك فيها. وده الفرق بيننا وبين جمهور الاهلي، ويرجع يزعلوا. بص انت بتطبل الاهلي، انا مش بطبل الاهلي، انا بديك مثال ناجح ومثال فاشل. انت قعدت تجري ورا بن شرقي، انا كزملكاوي قلت لك انا مش عايز بن شرقي، وبن شرقي عمل لي ايه عشان اجيبه؟